السلام عليكم متتبعي قناة إتيغ كوتور لتعليم الفصالة والخياطة عن بعد. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي ندير الفيديو ديال هذا الكيمونو مع القفطان ديالو اللي كنت فايت لي شاركته معكم في اللايف، وبزاف ديال الناس طلبوا مني باش نحط الفيديو على قناتي في اليوتيوب. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تفصلوا هذيك البدعيه اولا قفطان سامونش اللي كيكون من تحت الكيمونو، وايضا كيفاش تفصلوا لو كيمونو. الوغ عندي هاد جوج تفصيلات، الاولى جوهره حرير، وعندي الثاني دومي سوا عادي، يعني ما تيكون هذا بالمتر اولا تقدروا تشريوه تفصيله موجودين. بالنسبه لهاد الجوهره هذه هي هابطه بلي بوند غلاط شي شويه، وكيخاصكم تمشيو في الفصاله ديالها تمشيو مع لي بوند، يعني في نفس لو سونس. ما يمكن خاصكم تضربوا حسابكم حيت ما تيكونش فيها العرض بزاف، خاصكم تضربوا حساب ديال لي مونش والحساب ديال الطول. وفي هاد التوب هذا انا عندي 3 ديال المتر و60 في الطول، ولكن العرض ما عنديش بزاف. بما انه كيمونو محلول ماشي مشكل، غادي يقد باذن الله. وفي نفس الوقت غادي نفصل منه هذا لو كيمونو مع القفطان، وغادي نفصل منه حتى واحد القفيطن صغير لبنتي عمرها 9 سنين. غندير الفوقاني بجوهره والتحت بالدومي سوا. يعني هذا الثوب اللي كاين ديال 3 متر و60 في جوهره على متر و50، والثوب ديال الساتان اللي فيه 2 متر و30 ان شاء الله غادي يقدني، لان القفطان تحتاني ما فيش لي مونش. بالنسبه لهاد الدومي سوا اللي عندي هنايا، فيه كيف ما قلت 2 متر و20 في 2 متر و30، سمحوا لي، على متر و50. دونك غادي نطويه على هذا الشكل هذا كيف ما غادي تشوفوا. غادي نطويه على 2 وغادي نولي نطويه على 4، لان كيف ما قلت لكم ما غاداش نحتاج الكمام. غادي نديرو هابط بحال شي تيشيرت، يعني ماشي سون مونش، ماشي حد الكتاف، ولكن هابط شي شويه كيجي مزيون هكذاك. حتى الا كان يعني بغيتي تلبسيه بوحديته، الناس اللي ماشي فوالي بغا يلبسو بوحديته تستغليه، هذاك لو كيمون كيبقى غير ان بلوس من الفوق. دونك كيف ما شفتوا هنايا معايا، تنقبض الثوب تنطويه على 4، تيجينا من الجنب. كيف ما تشوفوا من هنا من عندي كيجيني جهه مغلقه، هاد الفوقانيه مغلقه والجهه التحتانيه مفتوحه. دونك طويتو على 2 عاود طويتو على 4 على هاد الشكل هذا. كنتمنى يكون واضح لكم. طبيعه الحال قبل ما تنبداو الفصاله تنتاكدوا بان الجنب الاخر اللي ملهيه دايز فيه التواب ب4، يعني الطرف ب4. واخا دائما تاكدوا من هذه النقطه. الا بان لكم الثوب تيزهق، حاولوا ديروا لي زيبانغ اكثر قبل ما تبداو ترسموا، اولا قبل ما تبداو يعني تفصلوا دائما لي زيبانغ. الا شفتوا الثوب شاد راسو شي شويه، ويعني داك الطرف ديال الثوب ملتحمين مع بعضياتهم، واحد شاد في واحد، دونك داك ساعات ماشي مشكل، تقدروا تخدموا بلا لي زيبانغ. من الاحسن بالنسبه للمبتدئات من الاحسن ديريهم هكذا كترتاحي. واخا دونك دائما كيف ما تنقول كيكون الميل في الثوب، دائما ديروا زاويه قائمه هكذا بالمثلث، وديروا واحد الخط طويل قبل ما تبداو. علاش؟ لان الثوب ما تيكونش مقاد، واخا تطوي على 4 تيعطيك، يقدر يكون مايل، يعني هو يبان لك راه طرف على طرف جاي اكزاكت، ولكن يقدر يكون جهه مايل على جهه، وغادي يعطيك المشكل في الفصاله. دائما ديروا المثلث. اذا هنايا كما كيبان لكم كناخذ اول حاجه كنبدا بها هي دوره العنق. درت فيها هنا 8، واخا 8 لان الكيمونو محلول. درت فيها 8 في دوره العنق، وتنهبط بجوج كما شرحت لكم من قبل. وكندير هذيك التقويره، اما تديروها بالبيروكي اولا تديروها بالبيستولي، اولا كديروها هكذاك بيديكم. كناخذ قياس الكتاف اللي هو عندي هنايا 21، وتنهبط 3 ديال السنتيم. واخا في تطيح الكتاف هبط ب3 ديال السنتيم، من بعد تلاقي من حفرة الرقبة حتى للكتاف. منين تلاقي تنكمل الثوب كله، حيت هذاك الكتاف عندي انا ما بغيتوش حد الكتاف، بغيتو يكون هابط شويه، تنهبط بنفس الطريقه في الثوب كله. دونك 3 ديال السنتيم اللي تنهبط غير باش يعطيني هذاك الميل اللي انا باغا نهبط به، واخا اللي خاصني نهبط به، ماشي اللي انا باغا نهبط به، اللي خاصني نهبط به. من تما من التقويره حتى لتحت كنهبط، بغيت ناخذ انا الثوب كله. هنا خديت
ارتفاع الصدر اللي هو 28 عندي. في الفيديوهات الاخرين استعملت المثلث. دائما تنقول لكم حطوا باش تكون عندكم هنا زاويه قائمه باش ما تغلطوش، ولكن مع الوقت غتوليو هكذا تخدموا غير بالمتر. انا هنا كنت كندير اللايف معكم وكنت كنشرح في نفس الوقت، يعني درت بالمتر عادي. دونك رسمت دوره الصدر اللي هي عندي فيها 30، ومن بعد تنلاقي هذاك الجنب ديال الكم مع دورة الصدر. هذه الطريقة تجي رائعة في البدعيات، كاين اللي تيقولها بدعية، كاين اللي تيقولها قفيطا بلا كمام، كلها يسميها كيف بغى. انا من بعد ان شاء الله غادي نصورها لكم، يعني هكذا يعني مخدومة ناضية، او لا غادي تلقاوها في تيك توك ان شاء الله ديالي وديال بنتي. من بعد هبطت بارتفاع الخصر، هبطت به ب40، ودورة الخصر اللي هي فيها 32 اسمحوا لي 28 دورة الخصر. من بعد هبط في درت ارتفاع ديال الورك اللي هو 60، وبالنسبه للخصر اللي هو فيه 32 حتى هو كنرسمو على هذا الشكل. اذا انا درت ارتفاع الصدر ورسمت الصدر، ارتفاع الخصر ورسمت الخصر دورة الخصر، ارتفاع الورك ورسمت دورة الورك. من بعد تلاقيو بهذا لو بيستولي باش كتجي في الاول تقدروا تلاقيوه بالمثلث هكذا الخطوط بثلاثه، ومن بعد ترسموا هذيك الدوره هي باش كتجي تجي مشيكه مزيونه، يعني تجي تما ديك الهبيطه كتجي متقونه، ما كتجيش عاديه يعني هابطه دغوات واخا. دونك بالبيستولي تلاقيو النقاط بثلاثه، تلاقيو الجانب ديال الصدر والجانب ديال الخصر وديال الورك. حاولوا فاش تكونوا كديروا هذا لو بيستولي ما تدخلوش في القياس ديال الخصر. دائما احترموا المقاسات، تقدري تزيدي بواحد شويه بواحد سنتيم اولا 2 سنتيم ما يهمش، ولكن ما تدخليش فيها اكثر. اذا تيجي على هذا الشكل كيجي الكم هكذا، الكتاف طايحين، الكم ماشي مع الحرف ديال دوره الصدر، وكنلاقيو دوره الصدر مع دوره الورك مع دورة الخصر مع دورة الورك على هذا الشكل هذا. من بعد تاخدي الطول ديالك. انا مثلا عندي ما بغيتوش يكون طويل بزاف حيت غادي يجي غير قفيطا واقف، بغيتو متر و35 حتى يعني لوغلي او الكفافه ولا واحد كيفاش تيسمو التكفيفه، حتى هي ما خليتش فيها بزاف، خليت 2 ديال السنتيم فقط بالنسبه للطول. من بعد منين كترسموا هكذا كنديروا يعني جلايل تنرسمهم. انا هنايا بالنسبه للجلايل ما كانش عندي العرض بزاف، كان تقريبا عندي 36 في الربع، كطلعوا ب3 سنتيم. في اللايف كاينه واحد السيده قالت لي لا كي خاصك تطلعي ب5. انا علاش درت 3؟ لان العرض ديال الجلايل راه صغير، الا طلعتي ب5 غادي توحلي فيه، غادي يجيك غادي يجي بحال قافزين الجناب. دائما انتبهوا العرض منين يكون ايفازي كبير هذيك الساعات طلعوا ب5، طلعوا حتى بكثر، ما حد الايفازي تيكثر كتوصلي حتى ل10 في الطلعه. ولكن الا كان العرض ديال الجلايل صغير 2 3 بركه واخا. دونك 2 3 بركه. لاحظوا معايا انا الرسم اللي رسمت من الجهه الاخرى. علاش؟ حيت بغيت القدام يكون مسدود كيف ما الظهر. كنتو بغيتو تخدموا ديروا فيه شي خدمه اولا سويفه اولا شي حاجه، غادي تخدموا من الجهه اللي من هنايا اللي فيها جانب محلول وجانب مغلق. دونك انا الرسم اللي رسمت ديال العنق وديال يعني ديال كلشي درتو من جهه من لهيه باش يجيو الاطراف بجوج مغلقه واخا، حيت انا بغيت نخدم غير لو كول في هذا في الطوق وصافي، ويجي القدام هكذا خفيف ظريف لان تيجي مزيون هكذا مع لو كيمونو. دونك هنا طلعت تقريبا بجوج ونص هنا في الجلايل باش دورت هذيك الدويره غير واحد شويه، هي باش تعطي شكل دائري للجلايل. غادي تشوفوه كيف ما درت في القفيطن. شتوني في القفطان طلعت ب4، علاش؟ لان القفطان كان فيه الايفازي. القفطان اللي فايته درته في فيديو اخر، طلعت في الجلايل طلعت ب4. علاش؟ لان كان فيه الايفازي وشتو الدائره ركزت عليها جات رائعه. اذا نفس الشيء بالنسبه للكيمونو، ما طلعوش بزاف لان الجلايل بالنسبه لهاد القفيطه نسمحوا لي ما طلعوش بزاف لان جلايل ما كبرش بزاف. دونك كناخذوا الخلف تنحيدوه وتنوليو نخدموا على الامام.
غير لي ديفيرونس اللي كاينين، التغييرات اللي كاينين فاش كيكون عندنا الكم والتركيز تنخدموا على العنق. بالنسبه للامام الاختلاف تيكون في العنق، وكيكون حتى في سنتيم تندخلوا فيه في التركيز كيف ما وريتكم في الفيديوهات السابقه. اما بالنسبه لهنا ما عنديش الكمام، هذا كمو فيه، واخا الكميه من صغير طايح غير واحد شويه، ولكن كمو منه، واخا هذا كمو منه. دونك ما يكون بالنسبه للخلف او للامام ما يكون حتى شي تغيير. التغيير الوحيد اللي غادي يكون هو الطوق. هنايا انا بغيت لو كول في، واخا تتهبطوا. شوف نتينا شنو بغيتي، واش بغيتي 18 واش بغيتي 22 واش بغيتي 20. انا تيعجبني لو كول في يكون عابط شي شويه، هنا درت 22 في الطوق. ودائما فاش تبغي دير الكول في دائما ما تهبطيش دغوه، ما تهبطوش هكا بخط مستقيم من حفرة العنق لهداك الحساب اللي درتو في الطوق. ما تهبطيش بخط مستقيم، كترسمي خط مستقيم، ولكن فاش كتبغي تقطعي تدوري واحد شويه. شتي نقول لكم واحد ما كاملش سنتيم في الوسط، بحال كيجي داير غير واحد شويه، باش هكذا كيطلع لك الكول في زوين. حتى هاد المساله هذه ركزت فيها في القفطان اللي درت معكم في الفيديو اللي فات، اللي بغات ترجع ليه فيه لي ديتاي بزاف، فيه بزاف ديال النصائح بالنسبه للتركيز ودوره العنق ودوره ديال الجلايل. دونك فاش غادي نبغي نقطع دائما غادي ندور واحد شويه بالنسبه للعنق. دونك هذا هو التغيير الوحيد اللي غادي يكون بالنسبه للامام مقارنه مع الخلف. اما يعني التركيز غادي يبقى هو لان كيف ما فايت لي قلت لكم ما كاينش الكم هنايا، هذا كمو منه واضح. دونك هاد القفيطنات هادو، هاد الطريقه انا اللي فصلت بها، ديروا بها بيجامات تيجيو فنين، ديروا بها هكذا قفيطنات واقفين، ديروا بها كسيوات، راه اي حاجه راه سهل بزاف. هاد الطريقه هادي سهله بزاف، ما فيهاش كما شفتوا ما كاين لا تعقيدات لا تركيز لا كم لا حتى شي حاجه. تقدروا تطبقوا هذاك التطبيق في بزاف ديال الموديلات اللي لكم ولوليداتكم تتجي غزاله. دونك هنا كيف ما شفتوا معايا، ولو ان جوهره ما فيهاش العرض، انا خدمت على ما فيها اكزاكتومون ما فيهاش العرض، خدمت على العرض. علاش؟ حيت بغيت لو كيمونو محلول. دونك واخا ما يكونش عندي الكافي في الربع ما يهمش، حيت غادي يجي محلول. انا بغيتو بحال هكذا وبغيت نستغل الثوب باش نخدم فيه، باش ناخذ منه لابوند وناخذ منه. بغيت واحد لابارتي لبنتي وجا القفطان رائع زعما. غادي نصوروا لكم كيف ما وعدتكم وغادي تشوفوا كيفاش جاو فنين بجوج. دائما تنقلب الثوب على ظهره باش منين تتراسي تيكون يعني ما تيبقاش هذاك الطباشير. اولا شوف نتينا باش غادا تراسي تنيت الثوب هنا على 4 جهه مغلقه وجهه مفتوحه. واخا هادوك الجهات بجوج مغلقين ما غاديش نقيسهم. انا غادي نخدم ما غنديرش الخدمه اللي درت قبيله في الكندوره. علاش؟ لان الكندوره بغيتها مغلقه في الامام. هذا لا، هذا بغيتو محلول، بغيتو يجي افيك اون بوند، بغيتو يجي بلا بوند. و يعني غادي نخدم على الجهه اللي فيها محلوله. دائما كيف ما تنوصيكم المثلث باش نقاد الثوب. عافاكم راه هذا الخطا تيدير بزاف ديال المشاكل، يعني بلا ما تتحسوا بها. هنا كنت خدمت اللايف حسبت لي راني تنصور وما يعني ما كنتش تنصور في نفس الوقت. على كل حال غادي نعاود معكم. تناخذ 8 ديال السنتيم في العنق، تنهبط بجوج كيف ما تشوفوا، وتندير التقويره ديالي اما بالبيستولي او لا غير بيدي على داك الشكل هذاك. كناخذ الكتف اللي هو 21 وتنطيح ب3. واخا دونك فوالا هذا كناخذ فيه الكتاف عاديا على هذاك الشكل هذا. بالنسبه لهذا الدرس هذا غادي يكونوا فيه، بالنسبه لهذا الفيديو غيكونوا فيه جوج ديال الاشكال، جوج ديال الدروس. الدرس ديال الكندوره اللي ما كانش فيها التركيز اللي كانت كمها فيها، والدرس ديال هاد لو كيمونو اللي غادي يكون فيه الكم وغادي يكون فيه التركيز. دونك هبط بالصدر ب 28 نفس المقاسات لان نفس لا تونيك. هبط بارتفاع ديال الصدر ب 28 ومن بعد تناخذ دورة الصدر. هنا يعني الثوب يلاه جا اكزاكت مي ماشي مشكل، يعني كيف ما قلت لكم كاينه لابوند غادي نضربوا حساب ديال لابوند. انتبهوا معايا هنا كنحسبوا من تطيح الكتاف
لدورة الصدر شحال جانا وتنقسموه على جوج هكذا. كنقلبوه بالسنتيم، تنقسموه على جوج، تنتخاسيو وتندخلو بسنتيم. واخا علاش درت غير سنتيم؟ حيت مازال غنخدم الامام نولي ندخل فيه عاوتاني بسنتيم اخر. اذا هاد الخدمه هذه اللي كندير دابا ديال الامام وديال الخلف، كنديرو البيروكي تنلاقيو النقط بثلاثه، بمعنى تنلاقي الكتف وتنلاقي السنتيم اللي جا في النصف، داك السنتيم اللي دخلت به في النصف، وتنلاقي الجنب ديال الصدر، الجنب يعني اخر الصدر. صافي وكندور هكذا. هذاك هو التركيز ديالي. كندخل واحد شويه غير جهه سنتيم ونصف وتنهبط بالعرض كيف ما هو، لان كما اكدت لكم هذا ما فيهش العرض، يعني ما غناخذ لا دوره الخصر ولا دوره الورك، غنهبط بعرضه. واخا يعني عرضو يلاه عطاني داكشي اللي عندي في الصدر، في دوره الصدر ما يهمش، لان كما قلت لكم لا بوند غادي تزاد وغادي يجي يعني الامر وهذاك. صافي تناخذ الطول، كناخذ الطول ديالي دائما من حفره العنق كيف ما تنأكد لكم في الفيديوهات السابقه، دائما من حفره العنق غادي ناخذ الطول ديالي. واخا وكيف ما درنا في الكندوره في الجنب غادي نطلع بجوج ديال السنتيم، لان حتى هذا ما فيهش العرض. واخا هنا تقدروا ما تطلعوش كاع في الكيمونو لان ما فيهش العرض بزاف، غير هو انا تتعجبني داك، ما تيعجبنيش داك الجنحين. شوفوا السر ديال هاد جوج سنتيم اللي كنطلعوا بها في الجنب، ما كتجيش جلابه اولا كندور او ما تيجيوش دايرين الجنحين، ما تيجيوش واقفين في الجناب، كيجي يعني كيجي دائري بهذا المعنى. هذا هو السبب اللي كيخلينا نديرو يعني هذيك جوج ديال السنتيم في الجلايل دائما ما تنساوهاش. واخا صافي من بعد تنقطع كيف ما الظهر، كيف ما الخلف، كيف ما الامام، نفس التقطيعه تنهبط بها. ومن بعد عاد تيكون الاختلاف، تيكون التغيير في الامام. غادي نغيروا في دوره العنق وغادي نغيروا حتى في التركيز. دونك نمشيو معاه دائما جوهره، نتوما عارفين خصك تمشي معاه غير بشويه. كيف ما قلت لكم الناس اللي مازال يلاه مبتدئه دائما لي زيبانغل. انا هنا كنت في نفس الوقت كما شرحت تندير اللايف، يعني تنقرا لي ميساج وفي نفس الوقت تنشرح وتنهضر. مازال راه المونتاج راني نقصت شحال من حاجه. صافي دونك تنهبط مع العرض هكذاك دغوا تنهبط معاه مع العرض ديالي كنقطع الجلايل. من بعد تنحيدو، غادي نحيد الخلف وغادي نخدمو ان شاء الله على الامام. غنوريكم التغييرات اللي غادا تكون في الامام. هاد لو كيمونو هذا انا درتو يعني تقليدي، جاب بالخدمه ديال المعلم، ماشي شي خدمه، درت له قيطان ودرت له واحد النبتات. غادي نوريه لكم كيف ما شرحت من قبل، غادي نوريه لكم من بعد. ولكن راه نفس الكيمونو بنفس الطريقه، طبقوه على العصري ولا طبقوه على شنو ما بغيتو. دونك هنا غادي ناخذ الامام، غادي نهبط بفي حتى للصدر، اسمحوا لي حتى للخصر. غادي نهبط بهذيك في من حفره العنق وانا ماشيه حتى فين درتي، فين كديري ارتفاع ديال الخصر، يعني 40 سنتيم. واخا يعني تتهبطي بربعي، غالبا ما تتكون تتهبط ب40 سنتيم. تدير هذاك الفي صافي تتقطعوا بكل بساطه هكذا، كتبعوا وجلايل يبقاو عاديين ما تقيسوش فيهم. ولو يكون عندكم يعني الثوب مازال يعني كاين العرض، ما تقيسوش سيروا غير بهذا في هذه تجي زوين، تجي زوين الكيمونو. صافي وكان نحيدوا 1 سنتيم في هذا في التركيز، لان في الخلف دخلت غير بسنتيم واحد. دونك هنا غادي نزيد سنتيم اخر بشرط ما تقيسوش في الجنب ديال الكتف، حرف ديال الكتف ما يتقاش، والحرف ديال اخر الصدر، اخر دوره الصدر حتى هي ما تقاش، يعني غير في الوسط غادي نحيد 1 سنتيم. واخا صافي على هذا الشكل هكا غادي نكونوا سالينا. غادي نديرو غير لابوند، سمحوا لي غادي نديرو بعدا الكمام. دونك الثوب اللي بقى ليا انتبهوا مزيان الكمام، حيتاش جوهره فيها لي بوند، فيها هذوك الشرطات،
اذا خصنا نتبعوا اليوم باش ما يجيوناش بالعرض وتخسر لينا الثوب. دائما انتبهوا. كبار كبيره غادي نطوي على 4، تنطوي على 2 ومن بعد تنعاود نطوي على 4. انتبهوا معايا، هاد الكم ديجا درتو معاكم، شرحته لكم في فيديوهات سابقه. فكنقبطوا دائما الجنب ديال الكتف مع الجنب ديال التركيز اللي درنا، الجنب ديال اخر الصدر مع الجنب ديال كناخذوا داك القياس اللي عندنا تما. هذه الطريقه هذه اللي فيت اللي وريتها لكم راها غزاله، جربوها ما غيشيط لكم حتى شي حاجه في التركيز ويخرج التركيز انيق جدا. اذا دائما حتى في الكم غادي ندير زاويه قائمه على هذا الشكل باش نتاكد بان الثوب محطوط كما يجب. واخا غادي نديرو خط مستقيم، وهذاك الشيء العبار اللي قيست انا، داك القياس اللي قيست ما بين الكتف وما بين اخر الصدر هو اللي غنحطو هكذا. واخا غادي نحطو مستقيم هكذاك. واخا مثلا يعني لقيت 28 غادي نحط هنا 28. انا كنحاول انا ملي لقيت اكثر من داك القياس اللي لقيته ما بين الكتف واخر الصدر تنحاول نقسم الثوب باش ما يضيعش. لقيت 28 حطيت هنا 28 هكذا على الطول. واخا من بعد تندخل ب 13 في الاسفل، الجهه المغلقه راه بقات الفوق، انا لتحت تندخل ب 13. من بعد كنلاقي النقطه اللي لقيت فيها 13 مع الجنب ديال الكتف. واخا تنقسمها على 2. فوالا انا هذا الفيديو ما كنتش ناوي، درت فيه اللايف ما كنتش ناويه غادي نحطو لكم. من بعد جا طلب من عند الاخوات اللي حضروا في اللايف قال لك ضروري تحطي لنا الفيديو، كناخذوا الناس وعاوتاني كناخذوا الناس داكشي علاش التسجيل وليت يعني كملته هكذا. فوالا هذاك القياس اللي خرج لي الفوق تنولي نديرو، تنعطيني 3 نقط كنقسم في النص، هادو كنولي نقسمهم في النص وعاوتاني كنولي نقسم في النص، تنخرج بسنتيم في الجهه ديال الكتف وتندخل بسنتيم في الجهه الاخرى. شرحت لكم بزاف هاد النقطه هذه، شرحتها لكم واكدت عليها في الفيديوهات الاخرين. من بعد كناخذ الطول ديال الكم على هذا الشكل. دائما ديروا حساب لابوند، الا كنتو غادي ديروا لابوند مثلا انا لابوند دايره فيها 8 متنيه على 2 باش تعطيني 4 ديال السنتيم، غادي نقص داك 4 سنتيم من الكم. انا مثلا الكم عندي فيه 60 غادي ندير غير 56 ونخلي لابوند 4 ديال لابوند فين تكمل باش ما يجيناش عاوتاني الحساب ماشي هو هذاك. كناخذ العرض ديال الكم هنايا، يعني خديت القياس ديال العرض ديال الكم. انا تيعجبني الكيمونو يكون واسع شي شويه، واخا مثلا ممكن نوصل حتى ل 22 حتى اكثر، المهم ما بين 20 22 مزيانه بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش العرض بزاف. اللي كيبغيو العرض بزاف يقدروا يفوتوه صافي. وكنسال النقط بهذاك لو بيستولي، كندير داك الطريقه هكذاك دائريه وتجي زوينه. من بعد تنقطع الكميمات، هاد الطريقه هذه القياس اللي كتاخذوا ما بين الكتف واخر الصدر راه مهم، راه تيعطيكم منين كتحطي الكم وتدوريه على التركيز ما تيبقى حتى سنتيم، يعني تيجي داكشي اكزاكت. حق الخياطه فقط هو اللي كيجي. اما يعني كاين اللي بزاف ديال الناس الحمد لله قال لك طبقوا هذه الطريقه هذه ما بقاش عندهم مشكل ديال التركيز. علاش؟ لان كاين اللي تيقول لك لا الكم تيجيني كبر من التركيز او التركيز تيجيني كبر من الكم. المهم ضروري هاد الديفيكولتي هاد المشاكل هادو كتلقايها عند الناس اللي يلاه تيتعلموا. كاينين ناس اخرين عندهم طرق ديالهم الله يعاونهم، حيت راه كل واحد وطريقته. انا هذه طريقتي الحمد لله مسلكاني. هذه لابوند الثوب اللي بقى ليا حاولت نستغل غير الجنيب ديالو باش نخلي فين ندير البنتيلو. المهم كتتنيوه على 4 واخا باش كتاخذوا لي بوند قد تنيوه على 4. انا هكذا كنقسم لان تنيت وعاودت تنيت. واخا دونك هنايا خليت لابوند فيها درت لابوند فيها 10. علاش؟ حيت كما قلت لكم بغيت 4 ديال السنتيم، دونك لابوند فيها 10 الا تنيناها غتعطينا 5. واخا هذاك السنتيم ديال الخياطه بحال باش في الاخر نشيطو 4. دونك كنديرو 10 ولكم الاختيار.
يعني تقدروا ديروا 10 كيف ما شفتوا الكسوه اللي درت انا ماغون في تيك توك، اللي حطيت في تيك توك فيها لابوند كبيره بزاف، جات على شكل عبايه. دونك هاد لي كيمونو راه لكم الاختيار، تقدروا ديروا اللي بغيتو. انا هنا هذا اللي كيجي نورمال، يعني تيجي هكا مزيون صراحه. الله اي فوالا القفطان كيمونو جا على هاد الشكل هذا، جا غزال. فريمون هاد الموديل هذا لي تري طوندونس، بزاف ديال الناس تيبغيوه، تيجي خفيف هكذا الحفلات اللي صغيره هكذا، ولا تلبسيه تيجي زويون، وفي هاد الصاد هذا تيجي خفيف. خدمته باقل ما يمكن، خدمته غير بقيطان وبداك السينتا ديال الحجر، وجا غزال حيت هو ديجا مزوق، ما بغيتش نشارجيه بخدمه اخرى. انا اصلا كنت باغا شي حاجه هكذا خفيفه، دونك خدمته غير بقيطات والسينتا ديال الحجيرات. يمكن لكم تستعملوا اي ثوب عندكم تخدموه في هذا الموديل هذا، راه تيجي غزال وغادي يعجبكم. بالنسبه للتحتاني، لذاك القنيدرات التحتانيه ما درتش ليها الحجيرات، درتها غير بالقيطان مدوبل، هذيك غير بغوش، يعني درتو تما لصقتو جاني في لاكولور. شوفوا الكميمات كيفاش تيجي، وكيف ما قلت لكم هذا لو ستيل هذا راه ديروا منه حتى كسيوات اولا بيجمات ديال الدار، اولا هكذا قنيدرات خفاف، راه تيجيو غزال. بغيتو تطولوا اليدين، هبطوا بنفس لو ستيل هكذاك وكملوا الكميمات وتيجي رائع. دونك بالنسبه لبنتي درت لها هاد الكسيوه هذه، ما جاتش انا واضحه، كنتمنى تكون واضحه. حتى هي بنفس الفصاله من الفوق، نفس الفصاله ديال الكندوره، ولتحت درت لا جوب بلي بلي. كنتمنى يكون عجبكم الدرس، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. مازال ان شاء الله غادي نصور لكم لو ديتاي ديال القفيطنات في تيك توك. اللي عجبو الفيديو واستفد منه ما ينسانيش باللايكات لي كومونتير، واللي مازال ما اشتركش معنا مرحبا بكم، وتحياتي للجميع وشكرا.